في نوع من الناس ابن لعيبه بيكسر قلبك ويخليك تشكره انه ما كسركش اكتر. عارف الشخص اللي لما بيوجعك بيخليك تحس بالذنب انك اتوجعت، اللي يبعد عنك فتقوم تجري وراه وتعتذر له، اللي كل مره بيكسرك فيها بيخليك تشكره انه مستحملك. نوع نادر جدا من الناس اسمه كوفرت نارسيست او النرجسي الخفي. ركز معايا، لان النرجسي الخفي مش الشخص المتكبر اللي بيحب نفسه زياده عن اللزوم، ده العكس تماما، ده اللي بيتقن دور الضحيه علشان يسيطر عليه. سنة 2011 الدكتورة إيلين هندريكسن قالت في كتابها هاو تو بي يور سيلف إن أخطر أشكال النرجسية هي اللي بتلبس وش التواضع. النرجسي الخفي ما بيقولكش أنا أحسن واحد، هو بيقول أنا محدش بيقدرني. هقول لك حاجة وتقول لي أنت قابلت الشخص ده في حياتك ولا لأ؟ شخص طول الوقت بيقعد يحكي لك إزاي الناس ظلمته، وإزاي محدش فاهمه، وإزاي هو أكتر واحد بيحب بصدق، فتتعاطف معاه وتشيله على راسك لحد ما تكتشف انك مش بتحميه، ده هو اللي عمال يستهلك فيك، وبقيت بقدرة قادر انت دايما في دور منقذ وهو في دور الضحية الأبدية. ونتيجة ده بقيت انت المسؤول عن مشاعره وعن راحته وعن كل حاجة وجعته في الدنيا. ولو جيت حاولت ترتاح شوية يقول لك ايه بقى؟ اسمع كده، انا عمري ما كنت اتوقع ان انت تعمل فيا كده بقى بعد كل اللي عملته عشانك. اي حد قابل الشخصيه دي في حياته يقول لي. واسمع اللي جاي، ايه هي القصه ورا قنوع النرجسي الخفي ده. في كتاب ديسارمينج ذا نارسيست الدكتوره ويندي بيهاري بتشرح ان النرجسي الخفي بيتكون من طفوله فيها اهمال عاطفي. الطفل اللي ما كانش فيه حد شايفه بيبتدي يتعلم انه يختفي، بس جواه دايما صوت بيقول انا لازم اكون محبوب باي ثمن. او الطفل ده لما كبر اتعلم يتحكم مش بالعنف لكن بالشعور بالذنب. هو عمره ما هيقول لك اعمل كده، هو بيقول لك انا زعلت منك. وده اذكى شكل من اشكال السيطره. اللعبه دي بيكون ليها نظام ادمان نفسي متقن، لعبه الاهتمام والعقاب الصامت. كل علاقه مع نرجسي خفي بيكون فيها نمط متكرر، جرعه حب كبيره جدا، برود تام، رجوع مؤقت. ده جزء من اللي العلماء بيسموه التدعيم المتقطع، وده كان مصطلح جاي من تجارب عالم النفس سكينر، وكنا قلنا التجارب دي في حلقات قبل كده. نفس اللعبه دي بيعملها النرجسي الخفي، مره يهتم جدا ومره يتجاهلك تماما، فتبدا تسال نفسك هو انا فيا ايه غلط، وتتحول العلاقه لادمان نفسي مش على الشخص لكن على اللحظه اللي هيرجع فيها الحب. زي ما قلت لك، النرجسي الخفي مش بيبدا العلاقه بسيطره، ده بيبداها بتفاني في الحب. هتلاقيه بيسمعك باهتمام وبيحفظ تفاصيلك وبيقدم لك نفسه كالشخص الوحيد اللي فاهمك على وجه الارض، فتفتكر انك اخيرا لقيت الامان. لكن الحقيقه هو بيلم خرايطك العاطفيه عشان يستخدمها ضدك بعدين. بعد فتره قصيره كل حاجه في العلاقه بتتحول لاختبار. كلمه ممكن تزعل، نظره ممكن تجرحه، ولو ناقشته يبص لك بنظره كلها حزن وهو وشه في الارض ويقول لك كنت فاكرك مختلف عن الباقيين. وهنا بقى تبدا اخطر لعبه، مش انه بيأذيك، ده بيخليك يا معلم تكره نفسك كل مره تزعل منه. في كتاب ذا هيومن ماجنت ساندروم الكاتب روزنبرج بيقول ايه؟ ان النرجسي الخفي بيجذب نوع معين من الناس اللي عندهم حاجه اسمها كامبلاسيف كير جيفر، يعني الشخص اللي بيحس بقيمته لما بيرضي غيره. الاتنين دول بينجذبوا لبعض زي المغناطيس. النرجسي محتاج حد يعبيه عاطفيا، والشخص الطيب ده محتاج يحس انه مفيد، فتبدا علاقه شكلها حب، لكن في الحقيقه هي معادله طاقيه، هو ياخد وانت تدي، ولما تتعب وتبعد يوجعك بنغمه حزينه انا ما عرفتش احب بعدك، فتضعف وترجع. زي ما بيقول روزنبرج الارتباط بالنرجسي الخفي مش حب، ده نوع ادمان بنكهه التعاطف. في بقى تعاطف وفي تورط عاطفي. ايه الفرق بينهم؟ التعاطف ده يعني تفهم وجع الشخص اللي قدامك، لكن التورط العاطفي هو انك تشيل الشخص ده على كتافك. والنرجسي دايما بيخليك في النقطه التانيه، كل مره بتشتكي فيها بيقلب الترابيزه عليك بهدوء. طب وانا ما حدش بيسالني انا حاسس بايه. وهنا الفخ، تحس بالذنب وتبدا تواسي اللي المفروض يواسيك. في دراسه مشهوره الباحثين لقوا ان النرجسي الخفي عنده ذكاء عاطفي انتقائي، بيعرف يقرا مشاعرك بدقه، بس مش علشان يفهمك، عشان يستخدمها كسلاح. ولما السلاح ده يبطل يشتغل هنا بتبدا اللحظه اللي انت لازم توقف فيها اللعبه. في كتاب سايكوباث 3 الكاتب جاكسون ماكنزي قال ايه؟ اكتر حاجه بتكشف النرجسي الخفي هي لحظه انك تبطل تحس بالذنب. اول ما تبطل تبرر، واول ما تحس انك تستحق السلام النفسي، هتشوفه على حقيقته. اللي كان بيبتسم وهو بيكسرك هيظهر بوشه الحقيقي اول ما تبطل تلعب دور التضحيه اللي هو بيحتاجها. بس علشان تطلع من اللعبه دي محتاج تعمل حاجه النرجسي بيكرهها اكتر من اي حاجه تاني في الدنيا، انك تبص لنفسك. هقول لك على خطوات معينه ازاي تقدر تبص لنفسك فيها. اول خطوه، اعزل الصوت اللي جواك. في كتاب هولا جين الكاتب جاكسون ماكنزي بيقول ايه؟ النرجسي الخفي مش بيسيب جرح واضح، هو بيسيب صوت جواك بيقول لك يمكن انا السبب،
يمكن فعلا انا كنت قاسي، يمكن محدش هيحبني زيه. هو بيخليك تفضل تقول لنفسك الكلام ده. الصوت ده مش صوتك، دي تسجيلاته هو، وهو اللي زارعها فيك، وكل مره بتصدقها بتعيش علاقه تانية معاه جوه دماغك. العلاج بيبدا لما تبتدي تسمي الصوت ده باسمه، تقول ده مش صوتي انا، ده صوته هو. نيجي الخطوه رقم 2 في كتاب ذا جيرني فروم اباندمنت تو هيلينج لسوزان اندرسون. بتقول ايه؟ المرحله الاولى بعد الخروج من علاقه مؤذيه هي اعاده كتابه القصه، مش علشان تنسى، لكن علشان تكتبها بصوتك انت مش صوته هو. اكتب كل حاجه حصلت بصدق، من غير تجميل ومن غير لوم، لان الكتابه هنا مش فن، دي استرجاع للذاكره اللي كان هو بيشوهها. انت بتوثق الكلام ده وتثبت انك كنت شايف صح. تالت خطوه، ما تحاولش تشرح له انك اكتشفته. عارف الجمله الشهيره لما بتلاقي حد بيقول لازم اواجهه واقول له انا عرفت كل حاجه؟ اوعى تعمل كده يا معلم. الدكتوره راماني دورفاسولا عامله كتاب اسمه شود اي ستاي اور شود اي جو. قالت في الكتاب ده جمله حلوه قوي: مواجهه النرجسي الخفي بالحقيقه كانك بالظبط بتواجه ساحر بالخدعه بتاعته وهو لسه ماسك العصايه بتاعته. هو مش هيندم، هو هيستخدم المواجهه دي علشان يلبسك ذنب جديد. رابع خطوه، ابني حدود واضحه. الحدود عمرها ما كانت اسوأ، الحدود هي الطريقه الوحيده اللي تحافظ بيها على طيبتك. الدكتور جوناثان شافر قال الحدود مش حيطان، دي ابواب بمفاتيح، بتختار انت تفتحها لمين وامتى. خد بالك بقى من حاجه مهمه جدا، بعد ما تعمل الحاجات دي كلها النرجسي ده مش هيستسلم بسهوله، هو هيحاول يرجع وهيقول لك الجمله الكلاسيكيه بتاعته: انا اتغيرت. الرد الصح هنا انك تقول له او انك تقولي له اتمنى انك تكون اتغيرت فعلا، بس انا كمان اتغيرت. ويا صديقي، ده اعظم تغيير ممكن تعمله في حياتك، لان اللعبه دي من اولها كانت سيطره مش حب. النرجسي الخفي عمره ما كان بيحبك انت كانسان، هو كان بيحب الاحساس اللي بيجيله من وجودك. لكن لما تتعافى هتعرف انك كنت بتدور على حبك الحقيقي جواه، بس انت المفروض كنت تدور على الحب ده جوه نفسك. وفي اللحظه اللي هتسيب فيها العلاقه مش لانك كرهته، لكن لانك رجعت تحب نفسك، هي دي اللحظه اللي انت بتكسب فيها اللعبه كلها. زي ما قالت ويندي بيهاري: اكتر عقاب للنرجسي انك تعيش في حياه مش محتاجه منه انه يسقف لك. واول ما تبتدي تشوف النرجسي ده كدرس مش كحب، هتكتشف ان اللي كان بيدمرك وهو بيبتسم هو اللي علمك ازاي تحب نفسك بصدق. انا تيتو، ودي كانت رحله وعي.